خلينا نتفق يا عزيزي ان مباريات القمه دائما وابدا بين الاهلي والزمالك ملهاش مقياس. يعني مش شرط المستوى بيكون قبل المباريات القمه للاهلي او الزمالك هو اللي يحدد مين اللي هيفوز، ولكن مثلا على سبيل المثال مباراه الستة واحد الشهيره للنادي الاهلي وفوز النادي الاهلي بيها كانت جت في موسم صعب جدا للنادي الاهلي وكان اداؤه مش احسن حاجه. وعلى فكره الزمالك كان مرشح للفوز وبقوه في المباراه دي، ولكن النتيجه كانت عكس كل الاراء وعكس كل التوقعات، وفوز النادي الاهلي بسداسيه على نادي الزمالك واللي قلب الدوري واللي قلب بعد كده الكيانات فيما بعد. طبعا ده يعني مؤشر بسيط يقول لك ان المباراه اللي احنا هنشوفها يوم الاثنين ان شاء الله المباراه هتلعب، مين يكسب الله اعلم، ولكن اللي هيكون على ارض الملعب بيأدي بالشكل الفني المناسب والاداء المناسب وفعلا عنده الروح والعزيمه والاصرار للفوز هو ده اللي هيفوز باللقاء. انما اي مؤشرات واي توقعات واي تكهنات فليس لها اساس من الصحه، وده هنشوفه في المباراه دي، خصوصا ان الفريقين مستواهم متقارب والاتنين خسروا ونزفوا كثير من النقاط الموسم ده. فعلشان كده بنقول يا ما شفنا مباريات لنادي الاهلي كان راكب الدوري ومكسر الدنيا وبيتعادل وبيخسر من نادي الزمالك، وهكذا من نادي الزمالك. فملهاش مقياس غير في الملعب يا عزيزي. كل التوفيق لجمهور الاهلي والزمالك، وان شاء الله نستمتع بمباراة كويسة جدا.